سلام أبو منتظر. سلام. السلام عليكم. سلام. سلام عادل شوف الصوص إلا كانش مليح، إلا كان مليح الصوص. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. لاباس محمد. سلام عيسى خوت. مليح علي بارك الله. شوف أيوب تراش الصوص برك. بارك الله فيك نور الدين. صحيت يا حبيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا الفيديو فيه بعض النقاط نتكلموا فيهم في الفيديو هذا إن شاء الله، ويكون فيه البارطاج شويه اللي جنبك ما يديرولناش علينا السينيال. اولا بسم الله الرحمن الرحيم. النقطه الاولى اللي نتكلموا فيها موجهه للمسؤولين، اي مديرين، المدير الوطني لصناديق المعاشات العسكريه بالنواحي. ان شاء الله الفيديو هذا يوصل لعندهم باش حنا ديما نقولوها والخال الواين بكل شفافيه. وعندنا بعض النقاط كذلك نتكلموا عليهم الخاصه بنا في الملفات وفي التسويه هذه. نتكلموا كذلك على المسجونين وعلى جمع الملفات المرفوضين من اللجنه الطبيه الممنوحين 0%. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نتكلموا على صناديق المعاشات، وان شاء الله الفيديو هذا يوصل باش ما يقولوش هاد المشطوبين والله راهم يستفزوا والله راهم كاين وكاين. حنا نقولوا الكلام تاعنا هذا المسؤولين. حنا عندنا عسكريون مشطوبين محالين على الخبرة الطبية أو مازالوا مش محالين. نتكلموا على اللي محالين في الخبرة الطبية بعد ما يروحوا للنواحي. نهضروا هنا مليح. بعد ما يروح للناحية يسقسي في لاكاس في الناحية فات في الخبرة، ولا من الفئة تاع اللي فاتوا في الخبرة هو ما فاتش، الاستقبال اللي في الناحية كيفاه. أنا نطلب أو نطالبوا أو نلتمسوا من القيادة يشوفوا لنا النقطة هذه، وهو أنه المشطوب هذا العسكري المحال على الخبرة الطبية ولا كيروح يستفسر على النسبة مع كل نتأسفوا حنا على الشيء هذا اللي راه نتكلموا فيه واللي ما يشتيش أنا نهضروا في الفيديو. كاينين بعض النواحي أو أفراد في بعض النواحي هما اللي تلقاهم يستقبلوا في الباب وفي الكوروار وفي البيرو، سواء عسكريون بمختلف الرتب أو شبه عسكريين. يروح العسكري هذا يسقسي، واحد يقول له في الكوروار ما عندكش الحق، واحد يقول له ما يضحكوا عليكم، واحد يقول له راك ديت صفر. الاول يقول له ديت صفر، يروح لعنده يستقبلو يعطيه لا رادياسيون ويعطيه لا كارت، يقول له نفت في الخبره شوف لي النسبه، يقول له راك ديت صفر. هذه الاولى. اثنين يزيد يقول له خويا انا ديت صفر كيفاه والحل، يزيد يقول له اسمع ما عندكش الحق في الطعن. اونديري هو صاحب القرار، هذا سيرجان ولا الكابران ولا اليطنا ولا الكابيتان ولا المدير هذا الصندوق ايا كان، انا نهضر لا بيسيه، يقول له ما عندكش. يعني يدخلوا فيه شي الحوايج ويستفزوا في الناس، ويخرج العسكري من تم بالفيديو ديريكت ويبدا التسويه ما كانش وراهم قالوا لنا وانا عندي العرف والسيد نعرف وقال لي ما عندكش الحق في الطعن وقال لي وتخرج الناس تهجم وتصدر في كلام زايد. وكنروحو حنا نلقاو المصدر من هذا المكتب اللي راح ليه. يعني المطلب تاعنا انه هذا المكتب انا ليا لو كان يخرج يعني يحل، حنا ماناش نشرطوا ولا نديروا في نمدوا في الاوامر، ولا حنا نمدوا في الحلول شان مليحه لينا ولهذه المؤسسه. انه هذا المكتب
اللي الناس اللي فات في الخبره يخرجوه من الناحيه، يخرجوه من المكتب منين كاين الضغط الكبير في الخدمه، يكون ايزولي شويه ليه، ويكون هو تاع الاستقبال، وبين شكون الناس هذه اللي يستقبل، وبين شكون اللي حاكم الميكرو النهار الفلاني، وشكون اللي يجاوب، شكون اللي يهضر. يعني العسكري كيجي قال لك اخويا شوف لي، شوف له، ما فيها والو، عطاك الماتريكول قرا تشوف له، دا صفر قال انت راك ديت 10 غير منسوبه، ولا ديت صفر، ولا منسبوك. كيقول لك اسكو نطعن ولا ما تقولوش، انت ما عندكش انت الحق تقول له ما عندكش الحق في الطعن. انت قول له الشيء اللي قدامي انك ديت صفر، اما الطعن هذا يتجاوزني، انا يتجاوزني الطعن. من نهار يجي الطعن عند القياده وعند اصحاب القرار، رانا نفتحوا المكاتب يا خويا، الدقيقه هذه الطعن ما عندناش وما نحكموش فيه. وهذا اللي يجي يشوف الخبره تاعو يروح مرتاح، وموا الاستقبال مليح، الهضره مليحه، ويقنع ويجي يروح، ومن بعد يشوف الحل تاعو كيفاش يطعن وقتاش يتفتحوا الطعن. اما باش يقول له ما عندكش الحق وما يضحكوا عليكم وما فيهاش، وكل واحد واش يهضر معاه، هنا ما لقينا حنا من نتهموا كي تقولوا لك فلان يجي وقال لي هكذا وقال لي هكذا. لهذا حنا نقولوا اللي يحكم المكتب هذا تكون الناس ذو كفاءه، عنده كيفاش يهضر، كيفاه نقولوا حنا باللغه. لازم هذا السيد يعرف كيفاه يقابل هذا العسكري. واحد من البجايه يطلع لقسم طينه، نهار طول هو ماشي يوصل ينشعو ديريكت، شحال بجايه على قسم طينه، هو شحال الريس من ينباتنا لقسم طينه، هو شحال طارف، هو شحال ويوصل يبروفوكيه. يعني حنا نقولوا شوفوا لنا الناس الاختصاص اللي تقابل وتجاوب وبالحلاوه، وحنا رانا نتبعوا في الكبيره والصغيره. رانا تلقينا مشاكل في النواحي بهذا الاستقبال وبهذه الهضره، رانا ولينا في ضغط. والناس اللي تهجم يقول لك شوف راهم يفوتوا في الخبره ويتهجموا علينا ويديروا، ولاد المؤسسه تهجموا على المؤسسه وكذا ما كذا. لهذا حنا نلتمسوا منكم باش يكون المكتب هذا خارج شويه منين كاين الضغط، منين كاين الخدمه، والريزو تما والميكرو، ويجاوب اللي يدخل يعطيه لي ريكوردوني تاعو ويجاوبوا بيا، ويكون احسن استقبال. هذا واش نقولوا. والناس اللي تجاوب تكون معروفه وباينه في الناحيه، ما ندخلوش في بعضنا ونبداو نقذفوا في ناس. لما قلناش الناس كامله، النواحي كامل، قلنا بعض الافراد في صناديق المعاش، سواء ابلي ولا كونتراكتيال ولا اكتيف بمختلف الرتب، وحتى بيسيه شبه عسكري، هادو اللي يخدموا تما. حنا ماذا بينا ما نزيدوش نسمعوا بالحوايج هذو، ولا يعيطوا لنا يقول لهم قالوا داروا. النقطة الثانية دي سياماس. حنا عندنا منسقين ولائيين، ويعرفهم العام والخاص في الولاية والسلطات الأمنية والعسكرية باللي فلان منسق ولائي. كي يروح للسياماس كيف ما نستقبلكش، روح للمنظمة، روح لهذيك منا، ومن بعد يولي العسكري يروح لعندها ملتم، كي ما يستقبلوش الولائي واللي يروح. انت جاوك رسائل من الناحية، انت اتصلت بهاد الناس ما لقيتهمش، بعت لي جوندارم يحوسوا عليهم، وبيعيط المنسق الولائي يتصل بهم. واحد ما عندوش التليفون، واحد ما عندوش الريزو، واحد ما يسكن بدل النيميرو، واحد من المنسق عنده الدوبل، عنده لا ليست على بالو بالسيد وين يلقاه، ويبلغوا بلي الخبره الطبيه تاعك جات، البريه تاعك واش دار واحد ديه ما فيها والو. علاه نديروا التحفظ؟ هذه فيها تحفظ، وهذه انت مشي ما تجيش، وانت ما نستقبلكش، وانت كذا. ومن بعد يبقاو البراواز تما الرسائل، ومن بعد يرجعوا الرسائل حتى لاريجيو. من بعد يقول لك في لاريجيو حنا عيطنا للناس ومازلنا ما خلصناش، هم يستناو. علاه يا اخي؟ كاين الولائي، كاين السيامات، تبعت يعيطوا اللي حكموا، اللي ما حكموش عيط للمنسق. راك تعرف اي فرد لا بوليس لا سيكوريتي الجدرميه السيكتور كامل يعرفوا الناس هادو. الباب وشوف بعد من تما. ويقول له، وكاين اللي يقول له روح للمنظمه. حنا المنظمه رافقتنا في دفع الملفات، ما عندنا حتى صله بالمنظمه. المنظمه تتعامل مع المنسوب، وحنا ما راناش منسوبين. حنا نهار نرجعوا منسوبين يرحمها ربي. اللي يحب يروح للمنظمه يروح، ولا يحب يحكم دارو يروح، ولا يناضل يروح، ولا يسكت كل واحد وين يروح. حنا مادامنا مش منسوبين، وقلنا بليزيور فوا باللي رانا حنا ما تابعين حتى لواحد، حنا تابعين ديريكتومون للحكومه، تابعين طول للدوله، ما عندنا حتى غطاء وحتى انتماء.
كتنسيقيه درناها للتنسيق بيناتنا باش نوصلوا للمطالب تاعنا. ما عندنا حتى واحد مسؤول علينا، نخدموا ديريكتومون مع السيامات، مع لا ريجيو، مع وزاره الدفاع ومع الرئاسه. ما كاين حتى واحد متبنينا ولا يجي يهضر بسمنا. حنا هضرناها بليزيور فوا هضرناها. لهذا المنسق كيجي لتما يدي لا ليست، تعطيلو جاو البراوات تخلفو خليه يوصلوهم للناس. علاه يتعطلوا من بعد ترجعوهم لا ريجيو، ومن بعد تقولوا حنا خدمنا وعيطنا للناس ما جاوش؟ ما كاينش منها. عيط يوصلوا البراوات للناس هادو. والمناضلين فيهم نفس الوقت. الناس اللي فاتت في الخبره الطبيه من حقك تروح لا ريجيو دي معاك الرادياسيون دي لا كارت ناسيونال وروح ادخل. كي ما يدخلوكش بقى تم احتاج تدخل حتى تشوف روحك. سير ميكرو فت في الخبره وشحال ديت، منسوب غير منسوب او صفر، او ما تلقاش روحك تلقى روحك مازلت ما فتش في الخبره. من حقك كذلك تروح تحوس. لا لقيت روحك في الريزو الدوسي تاعك هو مقبول، قلنا اللي ما جاتوش الخبره يروح للدوسي ويسقسي، يهز دوسي معاه جديد ويدي فيه الشاك النقمه الريزيدونس، يدي الحوايج تاعو كامل، ويدي الدوسي في يدو، ويدي الرادياسيون، ويدي لاكارت، ويروح للاكاس لا ريجيون ويسقسي. الا لقى روحو في الريزو سير ميكرو هاو تسمى مجرد وقت ويعيطولو كيهبطوا لي ليست. الا كان لقى روحو ما كانش في الريزو يعني الدوسي تاعو ما كانش، ما كان لا تعيط لي انت اللي دفعت تما، ولا عيط على المنسق يعطيك النيميرو دو بوردرو تاعك وقتاش شرح الملف شحال الرقم وطلع. الا ما لقيتش الدوسي تاعك وتوضر، انا ما عندي ما ندير لك، اما دي معاك دوسي جديد وعاود دفعو تما في الناحيه، وإلا كان بدلت النيميرو التليفون كذلك عطيه له. هادي نهضر مع المناضلين باش يروحوا للناحيه ويشوفوا الملفات تاعهم وين عادوا. عندنا نقطة كذلك تاع المسجونين بولاية ورقلة، وانا ما حبش نتكلم وننشر عليه في الفيسبوك، وهضرنا عدة مرات قلنا الشيء اللي صرا بيناتنا ما نزيدوش نخدموا الخدمة هذه، ولا لازم نسمعوا لبعضنا. الشيء اللي صرا في ورقلة وصرا، وحنا وهضرنا وروحوا من مجموعة تاع 13 روحوا 8، بقاو لنا 5 في السجن. حنا في اتصال ان شاء الله مع السلطات الولائية لولاية ورقلة، وعلى رأس موالي الولاية ورئيس المحكمة والمسؤولين في المحكمة ان شاء الله باش يوم 11 يروحوا. ما كان له نبقاو قلنا نهضروا عليهم. حنا في اتصال وبربي ان شاء الله الوالي او السلطات تاع ورقلة كامل تعرفوا واش اللي صرا في ورقلة، وحنا نلتمسوا منهم ان شاء الله لو 11 يروحوا، واللي صرا ما يزيدش يصرا سواء في ورقلة ولا في اي بلاصه خلاف. حنا نهضروا مع بعضنا ككتله كبيره، ما نفاردوش بالقرارات ونتقسموا ونخدموا الشيء اللي مش مليح ومن بعد نحصل. حنا ان شاء الله هنا في اتصال معهم ومع السلطات في العاصمه ان شاء الله لو 11 يروحوا، الشيء اللي صرا ما صراش. وبالمناسبه في الفيديو هذا ان شاء الله يوصل للسلطات الولايه لولايه ورقلة، وعلى راسهم السيد والي الولايه. نلتمسوا ان شاء الله منه ومن المسؤولين اللي معاه باش يكون الافراج على هاد المشطوبين يوم 11، وبالبراءه باش اللي عنده خدمه وما يرجع يخدم باش يعيشوا ولادو. بويسك لو كان يحكموا عليهم بالسجن كاين اللي خدام فيهم ما محنيش، هذاك راهو عنده خدام ديجا، ولو كان تولي 3 شهور السجن هاو راه ما يوليش يخدم ويصرى مشكل. حنا نقولوا ان شاء الله العداله تطلقهم يوم 11 وبالبراءه منهم من الزملاء اللي خرجوا، وقلنا الشيء اللي يصرى ما يزيدش يصرى. هذا وعد منا كتنسيقيه الوطنيه لقدماء الجيش الوطني بجميع الفئات. والسلام عليكم. عندنا كذلك نقطة في جمع الملفات المرفوضة من اللجان الجهوية على مستوى النواحي المرفوضين، أي 10 الغير منسوبة أو الصفر اللي مداش خلاص. احنا قلنا أن المشكلة راهو في المرض هذا مش منسوب والوزارة مش معترفة به، وهذا انتوما درك حنا وهضرنا وقلنا تكلحنا والله كيما قالوا لنا، قلنا ليسونسيال الشيء اللي صرا حنا ودفعنا الملفات كتنسيقيه كقدماء الجيش كمشطوبين من الجيش، رانا دفعنا الملفات.
المشكل درك عندنا احنا في الملفات الطبية المرفوضة من الصحة العسكرية، الملفات المرفوضة من الصحة العسكرية، الأمراض الغير منسوبة، بما ندخلوش في لي ديتاي. وكاينين بعض الزملاء يديروا الفيديوهات يقول لك هذاك يدي هذاك ما يديش، ويقسموا ويهضروا كل واحد واش يهضر. انا ما نهضرش، ما نمشي نهضر ونتحملوا، وإلا غلطت راني نطلب منه حتى السماح ولا نقول لك ما غلط. ليسونسيال عندنا بعض الفئات اللي كانوا معنا والحمد لله تريقلوا، اصحاب العاطب المحرومين من المنحة وبطاقة التأمين راهم راحوا. الملفات العسكرية المرفوضة من الصحة العسكرية ومن اللجان، الملفات المنسوبة راهم نسبوهم. بقينا الملف الطبي المدني المرفوض، نقولوا مدني أو عسكري، إسونسيال مرفوض. هاد الملفات ماهوش هاد الدرك اللي ترفضوا القرآن تم تحبس. حنا هضرتنا في اللقاء الجهوي اللي صرا هنا في ميدان من الموسقي الولاية الشرق انه الملفات يتعاودوا، وهضرنا في الفيديو اللي فات وقلنا بلي الملفات العسكرية او الملفات الطبية تعاود، ونقولوا حنا كي تعاود بالمرض المنسوب. وقلنا ان شاء الله نقول لكم وقتاش نبداو نجمعوا في الملفات، وقبل ما نجمعوا الملفات رانا ننشروا القوائم الاسميه تاع الامراض المنسوبه باش ما نزيدوش نغلطوا. والحاجه الثانيه، انتم كعسكريون متواجدين على التراب الوطني، عندكم لاكازوراك، كاين حتى لاكازوراك عندكم، روحوا سقسيوا الامراض المنسوبه هما كذلك عندهم هذه الامراض، كيما في وزاره الدفاع، صندوق الضمان الاجتماعي تلقاها في وزاره الدفاع. وسقسيوا الامراض المنسوبه يقولوا لكم تما بلا ما حنا نكثروا الحديث ونهضروا. الامراض المنسوبه تجيبوها، روح لاكازوراك تعرف واحد في الاداره تما يقول لك الامراض المنسوبه باش نديروا الملفات. الخطره هذه كي نديروا الملفات ونجمعوهم عند الولائيين كما من قبل، يا ندفعوهم في الولايات في لي سياماس، يا نقولوا المناضلين نروحوا ندفعوا السياماس، يا نجمعوهم الولائيين، يا نديوهم للناحيه ونخدموا المرض منسوب والدوسي في انفلوب 20 يا 27، ورقم الهاتف الا كان بدلته عاود زيد كتب واحد جديد وحطوه، وفي لونفلوب في الظرف من لورا 20 يا 27 تكتب نوي برينو والولايه ورقم الهاتف تاعك، والدوسي يكون كومبلي، ونزيدوا له حنايا الشاك ونقمه وريزيدونس مع الملف اللي كان الاول، الملف الطبي والنقم والملف الطبي والرادياسيون وبطاقه التعريف، يكونوا فيها انفلوب. كي نقولوا حنا وين تديهم وين تديهم. نقول لكم في الفيديو هذا كاينين حنا مقبلين على استحقاقات، مقبلين على انتخابات رئاسيه العام هذا. انا نقول لكم ما تتبعوش درك يخرجوا واحد الناس مننا من الصف تاعنا من النص، يخرجوا ويبداو يأولوا علينا في الهضره ويقولوا ما يجمعوا في الملفات الانتخابات، ويبداو يقولوا ويبداو ويبزنسوا. تعرف كيما بكري كيما هضروا الاولين في 2017 ورواحهم مازالوا هذوك هضروا وراحوا زادوا تجندوا ناس خلاف، هذوك هضروا وراحوا تخباو، وحنا الهضره اللي نهضروها نواجهوا فيها، الوجه اللي نهضروا به نقابلوا به. 2017 حنا نهضروا هاي الطريق عليه، درك ما يزيدوا يخرجوا لينا ناس ما تسمعوا حتى لواحد. كي نقولوا قلنا كي نقولوا جمع الملفات وعند من تمدهم نقولوا المنسق ديال المنسق، نقولوا السيامات ديال السيامات، نقولوا لا ريجيو عن طريق المنسق ديهم. ليسونسيال دوسي يكون كومبلي وتعاود يتمركا. وهذا مش قران الناس اللي مقصيه تبدا تقلق ودير في لي فيديو وتقول. الحل يكون ان شاء الله، كي نقول لكم انا يكون بربي ان شاء الله يكون. ما تقلقوا ما والو، ونتريقلوا ونخلصوا ونتهناو، فما كاين لا نهضروا الكلام الزايد وندخلوا في بعضنا ونشوفوا بعض التعليقات سلبيه ونشوفوا بعض المنشورات سلبيه. حنا رايحين وحده وان شاء الله مول العقل يوصل، مول العقل وديما يوصل، نروحوا بالعقل برك ان شاء الله نوصل. انا تكلمت عده مرات على لي فيديو وتكلمت على التعليقات وتكلمت. انا هاد الحشائش الضاره اللي في وسطنا، انا كي نقول لكم والله نقضي عليكم غير نقضي عليكم، كسروا هضروا خونوا كيما تحبوا، مي ولا غير ولا غير ما تلقاو رواحكم وتقاريو بالواحد. المستوى الوطنيه
على المستوى الوطني. خليونا نمشيو للخير، نمشيو باسم التنسيقيه ونريقلو امورنا ان شاء الله ونروح. ما بقاش الحال، بقاو لنا روتوشات فينيسيون وخلاص. واللي يفوت في الخبره الطبيه راهو مليح، تسمى اللي فات في الخبره الطبيه راهو فات على عده مراحل باش حولوه للخبره الطبيه. حنا المشكل درك اللي ما حولوش للخبره الطبيه ممكن نلقاو عنده مشاكل كبار، وهذا اللي عنده مشكل ما يحبش يصارح به. ما تصارحش على روحك، مي في الخبره الطبيه وتتكشف واش هو الموتيف تاعك، الخلل تاعك وين هو، علاه خرجت. اللي فات الخبره الطبيه، قلنا اللي فات في الخبره الطبيه راهو فات على مراحل، ويقول الحمد لله مادام فات تسمى راهو في الريزو بالماتريكيل ينو ويبرينو. المشكل في اللي مازال ما فاتش في الخبره، وان شاء الله يفوت. اللي عنده مشكل حنا يقول لنا عليه خير باش ان شاء الله كي نوصلوا وتفوت الناس في الخبره ويتخلف، قال هذا صرا وجرى، وكاينين الرجاله وكاين الانسانيه وكاين ويديروا لنا الوجه وتفوت في الخبره. اما اللي يشوف في روحه ما يفوتش في الخبره وقاعد اللي ما تعنيش الخبره وقاعد في وسطنا وقاعد يفسد علينا ويأجج في الوضع ويخون فينا ويخون في المسؤولين اللي نتعاملوا معهم، او انت الخاسر. ما لا سكت خير، كاش هما نلقاو لك الحل باش توصل وتفوت على الخبره الطبيه وتدي حقك وتعيش لاباس. وانتم يا مشطوبين، انا نهضر مع العقول الراقيه، نهضر مع الناس اللي تتبع فينا ودايره فينا الثقه. ما تتبعوش الناس هادو واش راه نقول لكم. وتكميلا للكلام هذا تاعي، الناس اللي قلنا بدات الايامات هادو يبداو ضدنا، وكل واحد كيف يخوننا وكل واحد كيف يكسر الهيكل هذا وكيفاه يوصل على السلطات علينا في المشاكل. ويقول حنا قلنا التنسيقيه الوطنيه لقدماء الجيش الوطني الشعبي بجميع الفئات راهي ما عندها حتى انتماء جمعوي داخل الوطن وخارج الوطن، وراهي تمشي مع برنامج رئيس الجمهوريه وتمساندة الدوله، مساندة وزاره الدفاع، وتحترم القرارات تاع الدوله، ورايحين وحده على التسويه تاعنا. واللي حد الان الخبره تمشي وحنا نقولوا الحمد لله. ما يخفى لكمش، هاو نقولها لكم انا هنا بما كان لا من بعد الناس تعمر كما تنسيقيه. حنا الانتخابات قلنا مازالت منا لديسمبر، منا الوقت هذاك يعلم ربي حيين وموتى، يعلم ربي منا الوقت هذاك واش كاين، وهذا الرئيس يترشح ولا ما يترشحش. حنا منا مازالت 11 شهر ولا 10 شهور. حنا في الايامات هادو راهم يخرجوا ناس وباش يفسدوا. حنا كتنسيقيه وبغا نقول لكم من نهار يوصلوا الانتخابات والله كاش ما تشوفوا واحد الموفمون هكذا تقولوا بالك شامخه نحطوا له الموس باه يمشي، ولا الجنرالات ولا الجيش ولا او يحط في الرايس وهو خرج هادو وبداو. كاينه واحد التاويلات تبدا تخرج، ونقولها لكم اليوم حنا كتنسيقيه قبل ما نكونوا عسكريون رانا مدنيين. حنا رانا مدنيين، دخلنا المؤسسه وخرجنا. حنا كي تشطبنا من الجيش خرجنا صفر اليدين، فات عدة مراحل، فات عدة حكومات، عدة رئيس وما ديناش. وجا هذا تبون هذا ما قريت انا معاه، ما وصاحبي ما وكلاستي ما نشكر فيه. واش هو حنا الشيء اللي يكون ونهضروه. هذا رئيس الجمهوريه الحالي عبد المجيد تبون قلنا هضر باش يريق الملف، وقال اول فئه نستقبلها على المستوى الوطني. وبالفعل الانتخابات في ديسمبر انا واحد من الناس كان الاستقبال في رئاسه الجمهوريه اول فئه في المجتمع الجزائري. حنا يعني لو كان بدنا تعود الانتخابات، هاني نقول لكم انا هنا اول بيان نشمو غير هكذا باللي هذا تبون او في صحه جيده وراح يترشح باش يكمل البرنامج تاعو. وحنا رانا في البرنامج تاعو للتسويه الملف تاعنا، احنا اللي نكونوا السباقين بالبيان تاعنا واضح وصريح، وحنا اللي نطلبوا منه باش يترشح في العوده الجايه. بما كان لا تسمعوا من بعد يقول، بما كان لا تاولوها. راني نقولها لكم اليوم باش نهضر الموضوع هذا. وانكا يظهر في صحه جيده ورايح يزاول وباش يكمل البرنامج يزيد عهده، الفئه تاعنا اللي رايحه دير البيان واضح، والفئه تاعنا هي اللي تدير البيان وتطلب منه باش يترشح
وتدعموا في الانتخابات باش يكمل البرنامج. والبرنامج هذا حنا يعنينا حنا وفيه البرنامج هذا. خير ما كي سيدي يجينا واحد، حنا منا الغدوة كنا يعلم ربي قادر الملف تاعنا يطويه، وهذا الرئيس وعدنا والخبرة تمشي، وبعض الفئات منا متريقلو. وما زلنا حنا بالملفات المدنية أو العسكرية المرفوضين من الصحة العسكرية باش نلقاو الحل. إبا لازمنا حنا نتمو معاه. حنا تاني عندنا برنامج ونمشيو فيه في التسوية هذا، وبرنامج باش نتريقلو برنامج. لهذا البرنامج تاعنا وتاعو متناسقين، حنا معاه مع الحكومة اللي معاه ومع القيادات في وزارة الدفاع. هادي باش نهضر لكم أنا في 2000 تقول لي يحبس عليا. حنا رانا في جانفي وهضرناها اليوم لو 31 جانفي، يعني الشهر الأول تاع العام وخلص. حذاري يدخلوا في وسطكم الناس في الهضرة تاع هادي ويقول لك مشى مخاو دا وربح وباش يدي ويدير. والله غير على جال القضية تاعنا، على جال الفئات تاعنا، باش ما يتنوى حتى واحد وما يروح حتى واحد فينا يتنوى ما تسواش، ولا يصرى مشكل، ولا التنسيقية تروح للزوال، ولا ما نديوش حقوق تاعنا. حنا حابين نخرجوا بنتائج مليحة اللي تمنيناها باش نوصلوا ليها، وكي نوصلوا ان شاء الله نقولوا الحمد لله وفقنا رب. هاني نقول لكم في الفيديو هذا منا الغدوه ما عرف نتلاقاو، ممكن ما الواحد وحي وميت. اذا كنت انا وكنت الا ما كنتش، هذا هو البرنامج اللي يكون ورايا، يكون هكت على جال باش نكملوا القضيه تاعنا. ما تقلقوا، ما تسرعوا، ما ترجعوا، ما تدخلوا في متاهات، ما والو. عندنا القضيه تاعنا حنا ان شاء الله لازمنا نريقلوها. القضيه تاعنا لازمها تريقل. عدة في الفئات في المجتمع الجزائري يتمناو باش يوصلوا اللي وصلنا المرحلة حنا اللي وصلنا ليها. وما تنساوش الفضل تاع التنسيقية، تنكروا الجميل تاع التنسيقية والنضال والبرنامج تاع التنسيقية، ما تنساوهاش. والناس اللي ضحات على جال القضية هذه، وعلى الكرامة ورد الاعتبار وعلى المعاش والتأمين والسكن وكذا، ما تنساوش الخير هذا. وما تنساوش ثاني الرجالة اللي قابلوكم في الولايات ولات الجمهورية، ما تنساوش وما تنكروش. وحافظوا على بعضكم وتهلاو في رواحكم. وممكن الاسبوع الجاي لو كان شو ما يتحرك الواحد، كان شويه ان شاء الله ونهضروا، وانا رانا رايحين ونتلاقاو ونهضروا.